بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون. يا رب دايما تكونوا في افضل حال وصحه وسلام. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا يا جماعه، هو نقص الكالسيوم في جسمنا. ناس كتير جدا متخيله ان نقص الكالسيوم في جسمنا هو السبب الرئيسي في هشاشه العظام بس، او هو السبب الرئيسي في مشاكل العظام بس، او هو السبب الرئيسي في مشاكل تخص الوهن العضلي وبين العظام بس. طبعا ده مش مظبوط. الكالسيوم يا جماعة هو مصدر احنا محتاجينه فعلا لتقوية العظام وهشاشة العظام وحاجات كتير جدا، لكن الدراسات أثبتت إن الكالسيوم مش لوحده، الكالسيوم لازم يكون مع معدن الفوسفور. طبعا ناس كتير جدا ما بتتكلمش عن الفوسفور، ولكن الفوسفور ده مهم جدا وجوده مع الكالسيوم. الدراسات والأبحاث أثبتت إن الكولاجين أو البروتين، الكولاجين بيبقى محتاج بعض المعادن اللي هو عشان خاطر يقدر يتفاعل مع الكالسيوم ويقوي العظام بشكل كبير جدا. ايه هي المعادن اللي احنا محتاجينها مع الكالسيوم؟ المعادن دي زي المنغنيز او البوتاسيوم او المغنيسيوم، كمان الفوسفور والكالسيوم. المعادن دي يا جماعه احنا محتاجينها بصوره كافيه في جسمنا عشان خاطر نقي جسمنا من كل المشاكل الخاصه بالعظام بشكل كبير. كمان محتاجين مع المعادن دي بعض الفيتامينات اللي هي بتنقل المعادن بصوره كافيه لتقوية العظام والعضلات، وبتديها أضعاف مضاعفة من المعادن اللي هي تقدر تحمي العظام من المشاكل الكبيرة. من أهم الفيتامينات اللي احنا محتاجينها هو فيتامين دي وفيتامين كي 2. الفيتامينات دي يا جماعة بتعمل على الاكتفاء أو إضعاف الكالسيوم والمعادن اللي موجودة في جسمنا بشكل كبير جدا. بدون الفيتامينات اللي احنا قلنا عليها بيحصل نقص كبير جدا في كل المعادن اللي موجودة في جسمنا. يعني لو لقيت عندي نقص فيتامين د، ألاقي عندي في نقص في الكالسيوم أو في المغنيسيوم أو في المغنيسيوم أو كمان في البوتاسيوم. طيب احنا دلوقتي عشان خاطر نقدر نكفي الكالسيوم والمعادن اللي موجودة في جسمنا عن طريق البروتين، هنحتاج إن احنا بعض الفيتامينات تكون متوفرة بنسبة كافية في جسمنا عشان نقدر نوصل الكالسيوم والمعادن ديت اللي هي موجودة في الدم بعد امتصاصها في الأمعاء، وبعد كده بتتنقل للعظام بشكل مباشر. طبعا عشان خاطر نقدر نعمل الحاجات ديت محتاجين إن احنا يكون عندنا جسم مثالي، ما عندناش سمنة مفرطة، ما عندناش مشاكل صحية في بعض الحاجات التانية، زي مثلا الإفراط في تناول اللحوم، ده بيأثر على المعادن بشكل كافي. زي مثلا السمنة المفرطة بتأثر على المعادن والفيتامينات بشكل كافي. زي مثلا الإفراط في السموم البيضاء اللي هي الدقيق الأبيض أو الملح الأبيض أو السكر الأبيض بيأثر بشكل كبير جدا. كمان الزيوت المهدرجة بتأثر وبتقل من المعادن اللي موجودة في جسمنا وبتعمل على استنزافها بشكل كبير جدا. طيب إيه هي المصادر الطبيعية اللي إحنا نقدر ناخدها عشان خاطر نعوض بيها كل الكلام ده؟ طبعا عندنا المصادر الطبيعية منها الألبان، وهي طبعا مش هقدر أقول إن كل الناس تاخد ألبان للكالسيوم لأن المعلومة فيها يعني بعض المضغوطات، ولكن هنا هنهتم أكتر بالخضروات بشكل كبير. هنهتم بالفلفل الرومي، هنهتم بالخس، هنهتم بالسمسم، هنهتم بالسلق والسبانخ، هنهتم بكل الخضروات، وهنهتم كمان بالبنجر، وهنهتم بالتفاح والبتنجان. كل الحاجات دي فيها مصادر للكالسيوم بنسبة كبيرة جدا. كمان هنهتم بالتمر اللي الرسول عليه السلام وصى بيه، ونهتم بالعسل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه هو فيه شفاء للناس، لأن كل المصادر دي فيها كالسيوم بنسبة كبيرة جدا. طيب الدراسات كمان أثبتت إن مكملات الكالسيوم أو الإكثار في مكملات الكالسيوم أو الإفراط في مكملات الكالسيوم بتصيب الجسم أحيانا ببعض المشاكل الخاصة بالشرايين والأوعية الدموية. فلذلك احنا بننصح الناس بشكل كبير ان هي تبعد عن كل مكملات الكالسيوم او تقل منها، او تشوف مين اللي يقدر يحتاجها، هل هو شاب صغير او شابه صغيره او راجل كبير او ست كبيره. كل سن تقريبا بيبقى له احتياج معين من الكالسيوم. لو هو بياخد ادويه كتير يعني بنسبه كبيره خلاص مفيش مشكله ان هو يستخدم مكملات الكالسيوم، لكن لو هو شاب صغير والرياض ولسه بيبتدي حياته يبعد عن بعض مكملات الكالسيوم ويهتم بيها من المصادر الطبيعيه اللي احنا اتكلمنا عليها. كمان بعض منتجات الألبان مفيدة جدا لمكملات الكالسيوم، ولكن زي ما قلت لحضراتكم مش كل الناس. يعني احنا دايما بنقول الطفل الصغير نديله كالسيوم كتير عشان خاطر ينفعه في الكبر، فلذلك لبن الأم الطبيعي ده مفيد جدا للكالسيوم عند الأطفال الصغيرة، ولكن بعد فترة الفطام بيبتدي إن اللبن ده في أحيانا بعض الناس بيصابوا ببعض المشاكل زي الحساسية الجلدية
او الانتفاخات او التقلصات او الحموضه او ارتجاع المريء او امساك المزن او الحاجات دي كلها. فبالتالي هنا اللبن مش هيبقى مفيد جدا لنقص او ان احنا نقدر نعوض بالكالسيوم اللي موجود في الجسم. كمان يا جماعه الناس اللي هم بيعانوا من مشاكل الضمور والعظام والكساح ولين العظام بشكل كبير وتقوسات القدمين، كل الناس دي محتاجه ان هي تخلي عندها بروتين بنسبه كبيره جدا. البروتين دوت مش هيكون موجود بنسبه كبيره غير بتوفير او بتوافر المعادن اللي احنا اتكلمنا عليها. توافر المعادن اللي احنا اتكلمنا عليها ده لازم ناخده من الاغذيه اللي احنا اتكلمنا عليها. كمان يا جماعه الافراط في اللحوم بشكل كبير ده بيأثر جدا على استنزاف الكالسيوم اللي موجود في الجسم. الوجبات الصوتيه بتأثر جدا على الافراط، بتأثر جدا على استنزاف الكالسيوم اللي موجود في الجسم. أصبح إن الكالسيوم اللي موجود في الجسم نقصه بيسبب مخاطر كبيرة جدا جدا. ممكن يبقى عندي مشاكل كتير جدا وأنا يعني كل شوية أروح أشخص أو إن أنا أعمل حاجة وهو في الآخر بيبقى سبب نقص المعادن اللي موجودة في جسمك. ضربات القلب حسيت إن هي سريعة أو بطيئة بسبب نقص المعادن اللي موجودة في جسمك. مشاكل الأحبال الصوتية بسبب نقص المعادن اللي موجودة في جسمك. زي ما قلت لحضرتك مشاكل الجلد بسبب نقص المعادن اللي موجودة في جسمك. مشاكل ركبة العين بسبب نقص المعادن. مشاكل تساقط الشعر بسبب نقص المعادن. مشاكل الأسنان بسبب نقص المعادن. مشاكل الضوافر بسبب نقص المعادن. كمان كل المشاكل الخاصة بالحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها هي بسبب نقص المعادن اللي موجودة في الجسم. ونقص المعادن اللي موجودة في الجسم دي ممكن تسبب لهلاكك بشكل كبير أو إن أنت تقع في مشاكل هشاشة عظام وكسور وشروخ وحاجات كتير جدا. عشان خاطر ان احنا اولادنا من المشاكل دي لازم نعوض لهم كل البروتين اللي احنا قلنا عليه عن طريق المصادر الطبيعيه اللي احنا اتكلمنا عليها، ونوفر ده كله في جسمنا عن طريق الغذاء السليم الصحي الموازي. اشكركم وشيروا المعلومات.